اكتر الامور اللي ممكن تقتل الحب بين الزوجين عارفين ايه؟ الاهمال وعدم الاهتمام. اهتم بيا احبك، اهتم بيا بص مش هحبك، ده انا عشان ده انا اديك عمري كله. الاهتمام اهم عنصر في العناصر دي كلها والاسباب، الاهتمام. ولو سالت ايه اللي ممكن يموت الحب فعلا في قلب الزوجه او قلب الزوج، ولو بخاطب المراه بص رقم واحد هتقول لي اهملني خلاص. ده بيقلل الرصيد، طبعا بيقلل رصيد الحب، ده شيء اساسي يعني. اوعي تاخدي حد فيه صفات لا يرضاها الله عز وجل. بخيل، مادي، بخيل في مشاعره، طبش في كلامه، بيبهدل اهلك وعامل اهلك وبيكلمهم بقله ذوق وقله احترام، مستقل منك اصلا، ما رامي اتكالي، رامي لا 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 لا, لا. كذاب، هوائي، نسوانجي، بصاص للنسوان، بتاع عمال يجيب في دي وشفتي دي وشفتي دي وشفتي لابسه اوعي تتنسي. الراجل اللي يتصيد لك الاخطاء ما يبقاش راجل. الراجل اللي بيهينك كل لحظه ما يبقاش راجل. الراجل اللي ما بيقدرش لا تعبك ولا يقدر نفسيتك ما يبقاش راجل. الراجل اللي بيمحي شخصيتك ويمحي شخصيه زوجته بحجه انه راجل ما يبقاش راجل. فقد ثقه اصلا. الراجل اللي بيتقمص بسرعه وينتظر زوجته هي اللي تيجي تصالحه، عارفين انت القماص السريع واتكلمنا عليه قبل كده، ما يبقاش راجل. اللي ما يعرفش يحتوي زوجته وقت غضبها ما يبقاش راجل. الراجل اللي ما يعرفش يطبطب ما يبقاش راجل. ما تعرفش تصالح زوجتك وتطبطب عليها ازاي يعني؟ ده قمه الرجوله انك تعمل كده. الراجل اللي بيترك زوجته وبيهملها وما بيكلمهاش ولا يعيشها ولا يعيش يومها ولا عارف حاجه عن حياتها ولا عن قلبها ولا عن مشاعرها ما يبقاش راجل. لما انا ازعل على حد يزعل عليا، بس لما اللي قدامك ما يزعلش عليكي، لان هو لما يأذيكي من الاول او يجرحك او يكسرك هو مش زعلان عليكي، انت مش فارقه. حتى مهما قال لك ان انت فارقه او انت مش فارقه، فانا اتعلمت ان انا ما ازعلش على اللي انا مش فارقه معاه. خلي مرتك تسمع الكلام الحلو، خلي مرتك تسمع الكلام الطيب. لماذا ما بتفعل هذا مع زوجتك؟ ليه؟ هذا حلالك وهذه لك وحدك. اذا بدك زوجتك تكون طيبه يا اخي كن معها طيب. بيجي يا اخي لا بيقول السلام عليكم ولا تصبحي على خير ولا صباح الخير ولا يسلم دياتك على الاكل، وبيجي بيقول لك والله يا اخي حاسس بدي اتزوج لانه حياتي ممله، حاسس صراحه صارت الحياه بيناتنا صراحه ما فيها هكذا دفء. انت بتفيق وبتنام وجهك مقلوب، وانت سبحان الله يا اخي لا تشكر هذه الزوجه، تهتم في ملبسك وفي طعامك وفي اولادك وفي امور بيتك، ثم ما بتسمع منك كلمه حلوه. ثم لما تخرج من البيت لا تغض هذا البصر. وما اصعبها على المراه لما تشوف زوجها يزيغ شمال ويمين بصره وتكون هي بجانبه، لا احترام لا تقوى لا دين. الا يؤذي الزوجه هذا؟ الا يحطم معنوياتها؟ الا يحطم من حالها؟ وبدك اياها في البيت تروح تتزين لك وتظبط لك حالها ثم بعدين تروح تبصبص عليها. خلي مرتك تسمع الكلام الحلو، خلي مرتك تسمع الكلام الطيب. لماذا ما بتفعل هذا مع زوجتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. قال صلى الله عليه وسلم: